ما تيجي يا ست الكل نفرز ورق العنب قبل ما يخلص. ايه ده يا لومة، هو هيخلص؟ اه طبعا هيخلص. ما انتوا شايفين دي الورقة الناعمة كده، ده ورق العنب الأصلي. بعد كده اللي هتلاقيه في السوق الورقة الخشنة الناشفة دي ما بتبقاش ورق عنب. ده بيبقى ورق توت على ورق فراولة، بيبيعوه على أساس ورق عنب. لكن دي الورقة الناعمة دي، الطريقة دي بتبقى ايه؟ ورق عنب. عايزة اقولك طبعا بقى في لف المحشي بتبقى تحفة. التانية الصراحة بتبقى ناشفة ومجلدة. هنبدأ بقى نشيل العقب بتاعها كده ونرصص كله على بعضه. عايزة أقولك الطريقة دي أنا معتمداها بقالي سنين. جربت الصراحة طريقة البطرمانات اللي هي بحط لها محلول الملح دوت. الصراحة ما عجبتنيش، بيطلع مهري معايا. لكن الطريقة دي بطلعها من الكيس، عايزة أقولك بيطلع كأنه أخضر لسه شارياه حالا. طبعا بقى ما بغسلهوش، بشيله كده زي ما هو. اوعي تغسليه عشان ما يسودش منك. لو غسلتيه هيسود منِّك، لكن لو شِلتيه زي ما هو كده هتطلّعيه أخضر. وعايزة أقول لِك هتطلّعيه الورقة بورقتها مش متكسّر منِّك خالص. هنبدأ كده نرصّص كده إيه، الورق العنب فوق بعضه. حابة تحتفظي بالعنقود بتاعه براحتك، لكن أنا عن نفسي ما باحبش أحتفظ بيه. لو تابعتيني لحد هنا بقى ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة. وننزل كده في التعليقات نصلّي على النبي وندوس على اللايك، اللايك هو اللي هيرفع الفيديو. هنعمل بقى كُلّه بالشكل ده. أدي كده خلاص نضفته كله، وأي ورقة صفرا مسكتها رميتها، ما باحتفظش بقى طبعا بيها. زي ما انتوا شايفين هي دي الكمية اللي طلعت. هجيب بقى اللي هو البلاستيك راب اللي هو الأكياس الاسترتش، وافردها بقى وافرد ايه واحط عليها ورق العنب. نقطع كده حتة بلاستيك كده على قد الورق، وهنلفها بيها رول، ونلم بقى من الجناب. عايزة أقول لِك الطريقة دي ما بتخلّيش تاخدي وقت مكان في الفريزر، وفي نفس الوقت ما يتكسّرش معاكِ. إحنا برمناه كده على بعضه إزاي، بتطلّعيه بقى أول ما بتطلّعيه بتفُكّيه وتغسليه غسلة كويسة وتقومي سلقاه، كأنِّك لسه جايباه حالًا. في نفس الوقت ما بياخدش مكان في الفريزر. زي ما أنتم شايفين كده اللفة بتاعته صغيّرة وحلوة. طبعًا تقدري إيه، لو ما عندكيش البلاستيك راب تقدري تحطيه في أكياس تلاجة عادي، وتخرّجي منه الهوا وتلفيه مع بعضه كده. عايزة أقول لِك هيطلع جميل معاكِ. زي ما قُلت لِك أنا جرّبت محلول الملح ده قبل كده، ما عجبنيش، لكن الطريقة ديّة أنا معتمداها على طول. ما تنسوش بقى تصلّوا على النبي في التعليقات، عليه أفضل الصلاة والسلام. ودعوة بقى حلوة كده من القلب منكم، ربنا يشفيني كده ويشفي كل مريض. أهو لو حابة تحطّي العيدان معاهم حطّيها براحتك. في ناس بتحب تحط العيدان ديّة عشان بتحطها في قعر الحلة عشان خاطر إيه، تعمل مزازة معاها. أنا الصراحة ما باحبش إيه، أحطها في قلب الأكل، يعني ما باحتفظش بيها. أنا قُلت أقول لِك على الفكرة بحيث إيه، لو أنتِ حابة تحتفظي بيها تقدري تبرمي حبّة كده مع كل شوية ورق. يعني في ناس بتحب تحطها كده في أرضية الحلة أو في وش الحلة لمّا بتخلّص. أنا ما باحبش الصراحة أحط. أدي الكمية خلصت معايا، وعايزة أقول لكم شُفتوا الكمية كانت قد إيه، لمّا برمتها بقى حبّة صغيّرين إزاي. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. وهنا بقى باقول لِك لو حابة تحطّي في أكياس تلاجة ما فيش مشكلة.